لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الجاتو شاتو، طريقة سهلة وهتعجبكم بإذن الله، يا رب تعجبكم بإذن الله. يلا بينا بقى نشوف مع بعض المقادير بتاعتنا. معانا كوبايتين من السكر البودر، ومعانا كوباية لبن، كوباية من الزيت، نص كوباية كاكاو، فانيليا، بيكنج باودر، معانا 3 بيضات، ومعانا كوبايتين دقيق. الدقيق نخلاه اهوت، بصوا زي الفل اهوت، لازم تنخليه عشان لو في حاجة تكتلات ولا اي حاجة تطلع معاكي، فناعم اهوت وزي الفل. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. يا حبايبي جبنا الخلاط بتاعنا، هنحطه فيه كوبايه الزيت زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنحط كوبايه اللبن، عندنا كوبايتين السكر، هنحطه كده نص كوبايه الكاكاو، وحطينا الكاكاو بتاعنا. يبقى احنا كده حطينا ايه في الخلاط؟ حطينا كوبايه زيت، حطينا كوبايه لبن، حطينا كوبايتين سكر، حطينا نص كوبايه كاكاو خام. هنحطه بقى فانيليا، معلقه فانيليا او كيس الفانيليا الصغير دوت، وهنضرب بقى كله في الخلاط. هناخد بقى من الخليط اللي احنا عملناه، هناخد كوبايه، بصوا السمك بتاعها، بصوا ما شاء الله عليها. هناخد كوبايه كده، خدنا كوبايه من اللي احنا عاملينه ده، المزيج اللي احنا عاملينه ده، الخليط الجميل دوت الشوكليت ده. هنحط بقى البيض، وهنضربه بقى كده. عندنا دلوقتي بقى كوبايتين الدقيق اللي احنا نخلينهم كويس اهو، هنحط عليهم باكو بيكنج باودر او معلقه كبيره، وهنحط رشه ملح، ذره ملح صغيره خالص، بصوا كده. هنقلب بقى كويس كده، تمام. هنجيب بقى الخليط بتاعنا دوت، وهنبقوا جايين منزلينه عليه كده. هنقلب بقى الدقيق بتاعنا، هفضل اقلب فيه كده لحد ما يتمازج كله مع بعضه، يمتزج كده. بصوا اللون، تمام كده. خلاص قلبنا كله مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. عندي دلوقتي صينيه انا محضراها بالسمنه ورشه حبه دقيق صغيرين، وهبتدي احط بقى فيها هنزل فيها الكيكه بتاعتنا. بصوا حبايبي، حطيناها اهيت في الصينيه. يلا بينا بقى نحطها في الفرن لمده نص ساعه، وبعد كده نطلعها. بصوا حبايبي، ادي بعد ما طلعت من الفرن، بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا ما شاء الله. هاجي جايه حاطه خله كده، بصوا
كده ما شاء الله طالعه الخله هي زي الفل. معنى كده ان الكيكه بتاعتي استوت وبقت زي الفل. تمام كده، تمام. ادي كده بعد ما بردت خالص هبتدي بقى ايه اقطعها. اقطعها كده. بصوا حبايبي كده خلاص قطعناها خالص اهي. عندي بقى الكوبايه اللي احنا سيبناها من الاول خالص، اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا سيبناها بعد ما عملنا الخليط بتاعنا. هبتدي بقى ايه انزله على الكيكايه كده، اشرب بيها الكيكايه. وكده حطينا الصوص بتاعنا عليها زي ما انتم شايفين اهوت. بصوا المنظر والجمال. دلوقتي بقى ايه هفضيها من الصينيه بتاعتنا ونرجع لكم تاني. ادي حبايبي اهيت زي ما انتم شايفين اهيت. بصوا المنظر، بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله. حلوة قوي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وتكون طريقة سهلة جدا. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وطبعا اللي عايز يحط عليها ممكن تحطي عليها كريم شانتيه، اي حاجة انت عايزاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.